خلي بالك عشان انت مش فاتح دماغك وناصح، ودماغك صاحيه وانت بتاخد الريكوست وعارف انت واخد كام كيلو ومنزل في كام كيلو، هتتكروت. تقول لي ازاي يا عم؟ ما ينفعش، ما انا باخد المشوار 20 كيلو بوديه بيبقى 20 كيلو. لا خلي بالك عشان تتكروت، تعالى اقول لك هتتكروت ازاي. بعض الشركات ومنهم اوبر خاصه لما بيديك مشوار طويل 30 كيلو 35 كيلو لحد 40 كيلو، بيغفلك في 5 6 7 8 9 كيلو زياده ومش بتحسبه، بيبقى هو نفس المبلغ. يا عم مفيش الكلام ده، يا عم انا بقول لك في الكلام ده، ولما اقول لك في الكلام ده يبقى في الكلام ده، وانا جاي اقول لك التجربه اللي حصلت معايا عشان تخلي بالك، عشان تبقى ناصح. تخلي بالك من الكيلومتر بتاعك، ما تبقاش واخد المشوار ركب ونزل، هي دي كل شغلانتك، ركب ونزل. لا يا كابتن، الدنيا مش كده، لازم تبقى عارف انت مشيت كام كيلو. يعني انا من يومين جالي مشوار، كنت نازل الساعه 6 زي دلوقتي كده، فجالي مشوار 39 كيلو ونص، يعني قول 40 كيلو. تمام، عند الرحاب من ورا كده، من هنا من الجيزه. كام؟ 40 كيلو. طيب خدت العميل يا عم وصلته، وانا ماشي شاف عداد العربيه بيرفع معايا، بيرفع بعد ال 40، ولسه معايا على التليفون بتاع 9 10 كيلو. قلت ماشي، ما عادي، يمكن الطريق زاد، مع ان الكيلومتر في التليفون هو ولا زاد ولا قل يا جدع. فهمش بيعملوها ازاي، لكن عداد الكيلومتر ده بتاعك، ده حبيبك، ده بيحسب لك كل حاجه يا كابتن. المهم لحد ما وصلت الكابتن ونزلت العميل، قلت خلاص بقى هيزيد، ما انا 9 كيلو زياده. طبعا انا اتعصبت، 9 كيلو زياده. نزلت العميل ببص على الرحله، لقيتها هي ب 200 ب 278 ب 208. انا كنت واخد الكيلو ب 7 جنيه، انا كنت حاسبه 7 جنيه، كنت لسه نازل بقى الساعه 6 عايز استفتح رقم، لقيت مفيش زياده. اتجننت طبعا، ضغطي عالي، انا عمري ما امشي 49 كيلو بالرقم ده، لان انا لو كنت شايفه بالرقم ده ما كنتش هقبل الرحله اصلا. انا هاخد على 40 كيلو، ف9 كيلو زياده، انا اتجننت. فقمت عامل ايه؟ دخلت للدعم، قلت لهم طبعا خدته منين ونزلته منين، قلت لهم جاي لي المشوار 40 كيلو بنفس السعر، والمشوار عمل معايا 49 كيلو، يعني في 8 كيلو زياده، مين يتحملهم؟ انا قابل على كيلو متر يعني. حكيت لهم القصه. طبعا الرد الطبيعي بتاعهم قال لي نتفهم مدى الاحباط، مش عارف ايه، بعد مراجعه المشوار لاحظنا ان الفرق، بص بقى، بين الوقت والمسافه الفعليين وبين ماشي، بين التقديرات لم يكن كبيرا، ولا يؤثر في قيمه الاجره، يعني 9 كيلو لا يؤثر في قيمه الاجره. ماشي، من فضلك اطمن الى انه سيتم تحديث الاجره اذا كان هناك فرق في الاجره الفعليه والاجره المقدره تقديرا. ايه الاجره الفعليه وايه الاجره المقدره دي؟ ايه دي؟ ماشي، ما علينا. المفروض انا واحد زي بعتوا له الرساله دي هييأس، يقول خلاص بلح ما فيش زياده. لا، بس معلش يعني، اصل انا مش كابتن لسه جديد، مش لسه نازل مستحدث في الشغلانه. لا تعالى يا اوبر. قمت رايح له تاني، قلت له مش فاهم ازاي لا يؤثر، ده فرق 8 كيلو، ده مش مؤثر بالنسبه لك فهو مؤثر ليا طبعا. انت حملتني تكلفه زياده وانت واخد نسبتك، فالموضوع مش فارق معاكم اصلا. ازاي تدينا 40 كيلو وبعد كده الاقي زياده 8 كيلو وتقول لي مش مؤثر؟ بص بقى الحته دي، والعكس بتعملوه، لو عميل رايح مشوار ونزل قبله ب 3 كيلو بتقللوا السعر وبتقولوا اصل نقطه النزول كانت اقرب. ما هم فعلا بيعملوا كده، انتوا كده بتناقضوا نفسكم. تمام، على فكره هو فعلا انا مش هاخد مشاوير طويله تاني ما دام انتوا بتضحكوا علينا. خلي بقى، بص بقى الحته دي بقى اديتها له بقى في وشه بقى، قلت له خلي بقى العميل ايه، مش لاقي عربيات. انا اديتها له بقى بصراحه، مش فارق معايا يعمل اللي هو عايز يعمله. قام رادد عليا بقى، بص بقى قال لي شكرا لتواصلك معنا، راجعنا هذا المشوار وعدلنا قيمه الاجره الى 346 جنيه، نشكرك على جهودك. اللي عايز اقول لك، طول ما انت صاحب حق ما تسيبش حقك.